برأيك ورا ما تنحل هاي الأزمة شنو التغييرات اللي ممكن نشوفها بسوق الطاقة العالمي، خصوصا يعني إنه إغلاق مضيق هرمز هو ما يأثر بس على العراق، جاي يأثر على الدول اللي موجودة بالمنطقة وممكن يأثر على أسعار النفط. طبعا يعني انت تعرفين ان اكبر احتياطيات بعد فنزويلا هي موجوده بالمنطقه الشرق الاوسط. صح. المملكه العربيه السعوديه والعراق من ابرزها. هذه الازمه ستتسبب حقيقه في جمله من الاجراءات اذا قارناها بازمه 73. ما الذي حدث بعد 73؟ بعد 73 بدا الاتجاه البحث عن بدائل للطاقه والبحث عن بدائل للنفط خارج اوبك او خارج منطقه الشرق الاوسط مثل كندا والمكسيك وروسيا. اعتقد الان بعد هذه بدات اول المؤشرات حقيقه في الامس. الاتحاد الاوروبي كثير من وزراء الطاقه في الاتحاد الاوروبي اعلنوا أننا أخطأنا خطأ كبير عندما أوقفنا الاعتماد على الطاقة النووية. إذن هناك سوف نلاحظ الاتجاه بشكل أكبر على مصادر طاقة بديلة بشكل جاد. راح نرجع للطاقة النووية كمصدر لإنتاج الكهرباء مهم. سوف يكون هناك حقيقة زيادة طلب على السيارات الكهربائية أتوقع.